معنا عبر الهاتف من جدة المستشارة القانونية بيان زهران. أهلا بك معنا أستاذة بيان. أستاذة بيان، أنت كنت من ضمن النساء اللائي كنا يطالبن بأن تترافع المحامية السعودية في المحاكم. الآن بعد صدور هذا القرار كيف تنظرين إلى الوضع؟ أهلا وسهلا فيك في البداية وفي جميع مشاهدين قناة الآن. حقيقة القرار ليس جديد، قبل كذا تحدثنا واستضفتيني في نفس النشرة في نفس الوقت، وتحدثنا قبل ذلك عن قرار كاشف صادر من لجنة من مجلس الوزراء في المملكة العربية لتفسير تطبيق نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي 38 عام 1422 على المرأة كما على الرجل. وأنا حللت هذا القرار أنه قرار كاشف للحق، لا هو ليس قرار مستجد، هو كاشف للحق بتطبيق نظام المحاماة على المرأة كما الرجل. طبعا هذا القرار أتى بعد عدة مطالبات من خريجات القانون، إذ أن 6 جامعات في المملكة العربية السعودية تدرس القانون للفتيات، وفتحت كليات للحقوق، وتخرجت أعداد كبيرة من قسم الحقوق. بالتالي كل هذه الدفعات لم تجد سبل لتوظيف قدراتها وممارسة مهنة المحاماة حين يتقدمون لمكاتب المحاماة. للأسف الشديد مكاتب المحاماة ترفض الاستقبال، أو حتى لو عملت القانونية في المكتب تعمل عدة أعمال بشكل غير نظامي، لأن الوزارة لم تسجلها ولم تقيد اسمها في سجل المحامين الممارسين للمهنة بموجب نظام المحاماة في المادة الثالثة منها. طيب، ما آلية تطبيق هذا النظام وآلية يعني أن تتم فعلا أن ترافع فعلا المرأة السعودية؟ نحن ننتظر أن تصرح وزارة العدل بآلية لتقديم الخريجات، على يعني يكون في آلية لاستصدار هذه الرخص للمحاميات، لأنه حاليا المحامين المعتاد بيقدموا في الإدارة العامة للمحاماة في مقرها الرئيسي بالرياض. طبعا احنا عرفنا من فتره طويله انه القرار صدر، لكن وزاره العدل لم تعلن عن هذا القرار الا تقريبا يوم السبت من هذا الاسبوع في جريده الاقتصاديه. قرات حضرتي الخبر قبل قليل. طبعا تصريحهم يعني احنا منتظرين يكون في آلية عن التقديم، هل التقديم بنفس الطريقة عن الرجل المحامي، يعني نروح الرياض، لانه في خريجات كثير من عده مناطق في المملكه. هل احنا ننتقل ونروح الرياض، او ممكن في طريقه الكترونيك نقدم فيها؟ نبغى آلية واضحه عشان نقدم. طيب، هل حاولتم الاستفسار عن هذه الآلية أستاذة بيان؟ يعني حاليا كل ما بنستفسر بيقولوا لنا احنا في طور التنفيذ، في طور تطبيق الإجراءات التنفيذ لاستصدار الرخص الخاصة بكم. فنحن إن شاء الله ننتظر استصدار هذه الرخص في وقت قريب. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة بيان زهران المستشارة القانونية، حدثنا مباشرة عبر الهاتف من جدة.